السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنعمل صابونة قوية مفيدة جدا للبشرة، مفيدة للشعر. غاية في الترطيب، قمة إن هي ترطب الجلد، ترطب الشعر، تدي نضارة للبشرة. وفي نفس الوقت صابونة مش مكلفة، كل المكونات بتاعتها موجودة عندك في البيت ومش هتاخد منك وقت، وفي نفس الوقت من الصابونات الناعمة جدا على البشرة، ومش هتضر البشرة بأي شكل من الأشكال، بل بتعالج أي التهابات في البشرة، بتدي ترطيب عالي للبشرة، بتدي ترطيب كمان للشعر. واعتقد انها حصريه محدش عملها قبل كده، اللي هي صابونه الفازلين. هنعمل صابونه هنضيف فيها فازلين دلوقتي، صابونه خاصه بترطيب الوجه والشعر. وفي نفس الوقت يعني من الحاجات اللي لو عندك جفاف شديد في البشرة او عندك جفاف في الشعر هتعالج الموضوع ده. وفي نفس الوقت لو انت بتعاني من موضوع ان انت بتستخدمي شامبوهات بتجفف معاك الشعر، او بتستخدمي صابون بيجفف معاك البشرة، هنجيب زي ما انتوا شايفين دي معلقتين بوتاص، معلقتين كبار بوتاص. وبعد كده هنجيب 4 معالق ميه، من 4 ل6 معالق ميه. انا مش هحط معالق كتير ميه، لان انا ساعات بحط مثلا معلقه شامبو، بحط ميه ورد، فالحاجات دي بتزود السوائل على الصابونه. فبدل ما احنا يعني ما نحطش المدار بالظبط في الاول ميه، بنحاول نقلله. ده حوالي من 4 ل6 معالق، 8 معالق بالكتير ميه على المعلقتين البوتاص الكبار، معلقتين بوتاص هرميين. تمام. ويفضل المية اللي انا بحطها تكون بحتت تلج، عشان عبالة يعني البوتاص انتوا عارفين بيسخن، هو مادة كاوي فبتسخن. معرفش هي مادة كاوي ولا لا، يطلق عليها مادة كاوية ولا لا. هي يعني احنا ما بحبش اقول حاجة انا مش عارفاها علميا، بس هي من الحاجات اللي بتسخن وبتطلع ابخرة وبتلهب الجلد، لو جت حاجة على الجلد بتلهبه. فدايما خلي جنبيكي شويه خل، عشان لا قدر الله تيجي نقطه على ايدك، حط على طول على ايدك خل، مش هتخلي البشره تلتهب معاكي. وتخلي بالك ممكن لو انت بيتعب نفسك تحطي كمامه. تمام. وحطينا بعد كده زي ما انتوا شايفين كوبايتين من الزيت، كوبايتين من الزيت. تمام. انا بصفيهم لان انا الزيت ده كنت مستعمله بس استعمال مره واحده. وهحط كمان معلقه اي ماده دهنيه زي سمن او دهن. لو دهن عندك مسيحاه حطي معلقه. يعني انت لما تحط كوبايتين الزيت ما تملهمش للاخر، عشان يبقى في مكان للمعلقه، بحيث يبقوا كوبايتين بالظبط لمعلقه الدهن او معلقه السمنه. الدهن من الحاجات اللي بتطلع معاك الصابونه صابونه ناعمه وبتلمع وصلبه كويس، هي معلقه الدهن دي. او انت لو عملتيه كله بالدهن هتطلع زي الصابون بتاع بره اللي بيلمع، وفيه صلابه للصابونه معاكي ونعومه. طبعا المعلقتين اللي انا بحطهم في اي صابون انا بعمله، اتفقنا عليهم دايما بنعمل اي صابون بنحطهم ما ننساهمش، هي معلقه السكر ومعلقه الملح. وعرفنا فايده كل معلقه. ومعلقه السكر من الحاجات اللي بتعلي معاك الرغوه، وفي نفس الوقت هي حلوه للبشره، كانه جليسرين برضو للبشره. وحطينا حوالي نص معلقه كبيره ملح. الملح ده بيخلي الصابون يتقل معايا وتصلب معايا بسرعه. طبعا وهنقلب كويس، بحيث ان انا الملح والسكر ما يبقاش مترسب تحت ويضايقنا واحنا بنستعمل الصابونه. هتلاقوهم يعني في حبيبات كده وانتوا بتستعملوا الصابونه، فحاولوا ان الملح والسكر تدوبوه كويس. تمام. ده زي ما انتوا شفتوا انا عندي معلقه شامبو كبيره انا حطيتها، عشان كده انا بقول لكم ما تحاولوش تزودوا السوائل وانتوا بتدوبوا البوتاص، عشان ما يزيدش معاك السوائل. وخلي بالكم انا قبل ما احط الزيت على البوتاص انا سبت البوتاص يبرد تماما، ما تستعمليش البوتاص وهو سخن او دافي، لان بسمع ان هو بيخلي ريحه الصابونه مش حلوه. فدايما خلوا معاكم البوتاص لغايه ما يبرد، لولا هتحطوا الزيت او الماده الدهنيه اللي انتوا هتعملوا بيها الصابونه. اما بقى الجديد النهارده بقى في صابونتنا اللي انا هستخدم فيها الفازلين. العلبه اللي انا وريتها لكم دي كنا عاملينها قبل كده على القناه، اللي هي معطر للجسم ومرطب للجسم. ده كان فازلين مع مسك، مع خدنا جزء من قالب مسك
كان عندنا سيحناهم على النار وضفنا الفازلين مع المسك، عملنا احلى مخمرية للجسم. وكان فيها كمان حطينا فيها ملمع للجسم في نفس الوقت. مخمرية حلوة جدا، يعني من الحاجات اللي بتعطر الجسم والشعر، وفي نفس الوقت مفيدة وطبيعية طبعا لأنها هي عبارة عن فازلين ومسك. فمن الحاجات اللي يعني هسيب لكم إن شاء الله الفيديو في آخر الفيديو بإذن الله، هتشوفوها هيعجبكم، وطريقة سهلة. ومن الحاجات بدل ما نشتريها من بره نعمل مخمرية في البيت، وكمان فيها ملمع للجسم لو عروسة ممكن تعمله. حاجات اللي بتدي لمعة للجسم ويعني وزي ما بنقول إضاءة للجسم. حطيتها طبعا انا، طبعا هي انتوا شايفينها كانت جامده. انا سيحت المعلقه على النار، على نار هاديه، بحيث ان انا لما اجي احطها تبقى سايحه معايا وتدوب معايا بسرعه مع الصابون. معلقه واحده بس، معلقه كبيره سيحناها على النار، فوزنت معايا كده وهي سايحه معلقه. بعد كده حطيت لون، بس اسف اللون ده مش حلو، ما طلعش اللون خالص خالص باي شكل من الاشكال. طلعت لون الصابونه في الاخر لونها ابيض. فما تقولوش الصابون اللي انا حطاه في الاول في الصوره غيره ده، لا هو، ولكن اللون اللي انا حطيته كان لون اخضر، وضفت مع اني ضفت اللون كتير يعني. فللاسف يعني هو مش هيطلع اللون خالص غير اللون اللي احنا حاطينه. هتلاقوه في الاخر بعد ما الصابونه نشفت، هتلاقوا الصابونه معايا طلعت لونها ابيض. وبعد كده طبعا لو تلاحظوا ان انا ضفت لون تاني وبرده مفيش فايده يعني. وبعد كده هنصبه في القوالب ونخلي بالنا ان القوالب نغطيها بكيس بلاستيكي كده او اي غطا لغايه تاني يوم او لغايه ما يعني احس ان الصابونه خلاص ابتدت تنشف معايا. بعد كده اشيل ده واسيبها تتهوى، تنشف في الهوا يعني. زي ما انتم شايفين انا عبيتها في القوالب. وانتم معايا لغايه دلوقتي متنسوش اللايك، وان شاء الله كده الصابونه دي تكون مفيده، وتدعوا لنا دعوه بظهر الغيب لو حد استفاد بيها ان شاء الله. يا رب كلكم تستفيدوا بيها، وتكون من الحاجات اللي موفرة عليكم في الميزانية، وحاجات يعني من التجميلية اللي انتوا بدل ما تشتروها لا نعتني ببشرتنا وبشعرنا، ولكن في حدود الامكانيات. وبالعكس يعني ساعات الحاجات اللي بتعمليها في البيت بتكون اقوى فعالية من الصابون والحاجات اللي ممكن نشتريها من مستحضرات التجميل وتقع علينا غالية. بل بالعكس يعني لا، ده ساعات اللي انت بتعمليه في البيت بيكون اقوى فعالية. ممكن تعملوها مشروع من البيت وتستفيدوا بيها لو انت تحبي تعملي الحاجات دي. فدي من اللي يعني الحاجات اللي ان شاء الله تستفيدوا بيها.